السلام عليكم ومرحبا بكم، كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. اليوم بغيت نشارك معكم ميراندينا بسبع معالق اللي كتجي رائعة وكتجي خفيفة وكتجي لذيذة. خليكم معايا حتى لآخر الفيديو. ندوزو المقادير والطريقة. في المقادير غادي نحتاج واحد الكاس تاع مولينيكس، غادي نوضعو 2 بيضات. هنا البيض يكون عندنا بحرارة المطبخ. غادي نوضعو 2 بيضات، غادي نضيفو له واحد الساشي ديال الفاني اللي عنده هكا الفاني السائلة يقدر يستعملها. هنا عندي 7 المعالق كبار ديال السكر سنيدة، وعندي 7 المعالق كبار ديال الزيت، وعندي 7 المعالق ديال الحليب. هادشي اللي عندنا في المقادير. دابا غادي نطربو هاد المكونات اللي عندنا مزيان حتى كيتبدل ليهم اللون. هانتوما كتشوفوا كيولي اللون بيض، ما كيبقاش داك اللون صفر. صافي هنايا غادي نضيف 2 خمارات حمرين. غادي نحاولوا نغربلوهم. نغربلوهم بحال هكايا باش ما كيبقاش فيهم داك الحبيبات. صافي ومن بعد غادي نوضعوا الدقيق حتى هو. المهم هنايا تقريبا غديروا 7 المعالق. الا جاتكم مازال انها ناقصه كتزيدوا. انا هنايا تقريبا القياس كفى ليا كاس. المهم راه مغربل كنوضعو حتى هو، وغادي نحاول نطرب هاد المكونات اللي عندي غير بالفوي هكا. كنبقاو نطربو حتى كيتجانسوا لنا هاد العناصر كاملين. هانتوما كتشوفوا من بعد ما خلطت داك المكونات اللي عندي، يعني ملي كنهزوها بحال هكا كيولي لنا داك الخيط بحال هكايا. صافي كنعرفوا راه الجينواز تاعنا يعني ما خاصهاش الطحين. هنايا غادي ناخذ واحد لاطه كتدخل الفران. انا هنايا فرشت ليها الورق ديال الزبده، وغادي نوضع داك الخليط اللي عندي. كنوزعو على المول كامل، على ديك اللاطه كامله. وفي هاد الأثناء راني تنكون مشعلة الفران يسخن على درجة حرارة 180 باش دغيا كطيب لنا ديك الجينواز. هنايا كنحاولوا نبقاو نوزعوا داك العجينة كاملة اللي عندنا على داك في ديك اللاطة كاملة، يعني باش ملي كطيب كتجينا كامل متساوية، يعني ما كنخليوهاش باش تبقى تجينا الوسط غليظ وجنا برقاق. يعني كتحاولوا تقادوها، مازال انا ما قديتهاش، جاني الوسط شويه غليظ وجاوني جنا برقاق. يعني نتوما ملي كتحطوا هكا في المول يعني كتحاولوا توزعوها مزيان. صافي هنايا انا غادي نخبطها واحد شويه، غندخلها الفران تحمر ومن بعد نتلاقاو. المهم هي هنا من بعد ما طابت ليا الجينواز، انا مازال واحد شويه تحمرات ليا من واحد الجنب، يعني نسيتها في الفران، يعني ما خاصهاش تفوت تقريبا شي 8 دقائق. صافي دابا غادي ناخدو واحد الموس وغادي نحاولوا نقصوا داك الجوانب اللي تيكون عندنا، داك الزياده اللي كتكون عندنا هكا في الجناب كنحاولوا نحيدوها بواحد الموس. على هاد الشكل هذا كنقصوا الجوانب ب4. صافي هنايا غادي نحيد هاداك الشيء اللي زايد عندي، وغادي نقادة واحد شويه ثاني من ديك البلاصه اللي تحرقات ليا، كنقص ليها شويه. وهنايا غادي نقسموها على جوج، يعني غادي نحاولوا نقادوهم ونقسموهم على جوج. الا جاتنا وحده كبر من وحده يعني كنحاولوا نقادوها. صافي وغادي نحطهم هكايا على جنب. هنايا خديت واحد الكميه من الشكلاط ذوبته، غادي نضيف له واحد دانيت ديال الشكلاط. انا هنايا استعملت 2 علب صغار، وإلا لقيتو دانيت هكا علبة كبيرة من الأحسن. أنا لقيت غير دانيت صغير استعملت 2. صافي غادي نحاولوا نخلطوه مزيان مع داك الشكلاط، يعني تخلطوه صافي. ومن بعد باش غادي نوضعوه فوق داك الكيك ديالنا. صافي كنحاولوا نخلطوا داك الشكلاط مزيان. انا هنا راه عندي الشكلاط شويه دافي، ما سخونش بزاف وما باردش بزاف، ومازال ما كنديروا فوقو داك دانيت كيزيد يبرد. صافي غادي نخلطوا داكشي مزيان. صافي هنايا المهم هي تخلطات ليا مزيان. صافي دابا غادي ناخدو داك الكيك ديالنا، غادي نحاولوا نكبوا فوقو هاد الشكلاط مع دانيت. يعني كتجي زوينه هاد ميراندينا صراحه، غير جربوها الوليدات هكا يديوها للفطور ياكلوها في الدار، ماشي بحال الحاجه اللي كتشرى. يعني شي حاجه كتكوني مصايباها على براسك، يعني عارفه شنو فيها وكتصايبيها بمواد يعني صحيه، ماشي بحال داكشي اللي كيتباع. المهم كتجي ساهله وكتخرج واحد الكميه. تقريبا انا خرجت ليا
12 ميراندينة تقريبا اللي خرجت ليا. وانتم يعني لا قطعتوهم صغار ولا كان غادي تخرج لكم كمية كبيرة، يعني صراحة كتجي زوينة بزاف. وحتى في الشكل، لا في المذاق ولا في كلشي كتجي صراحة زوينة. كنتمنى انكم تجربوها. صافي انا من بعد ما وزعت عليها داك دانيت هكا غادي نحط فوق هذاك النص الاخر اللي بقى ليا، وغادي نحاول نقاد هكا من جناب الا جاتني جهه طالعه ولا جهه كبر من جهه، يعني كتحاولوا تقادوها بالموس. انا لقيت واحد شويه خارجه هكا غادي نحاول نقطعها، يعني كتقادو داك الزوائد وداك الشي كامل كتحاولوا تقادوه. صافي هنا انا غادي ندخلها الثلاجه، غادي نخليها حتى كيشد راسو داك الشكلاط، ومن بعد غادي نخرجوها ونكملوا الكيك ديالنا. صافي هنايا من بعد ما خليتها في الثلاجة يعني حتى شد ليا داك الشوكولاتة راسو، دابا غادي نحاول نقسمها من الوسط على هاد الشكل هذا. يعني كنقسموها على جوج، ومن بعد عاد غادي نقطعوها ثاني هكا مرصوات. يعني نتوما تقطعوا القياس اللي بغيتوهم هكا رقاق تقطعوهم رقاق، بغيتوهم كبار بغيتوهم صغار، يعني نتوما كيبقى لكم هذا التقطع اختياري. انا هنا كبرتهم شويه ومع ذلك خرجوا لي 12 قطعه، يعني الا صغرتوا راه غادي يخرجوا لكم اكثر من 12. المهم انا غير كنشارك معكم الافكار، وانتم ثاني كتديروا الشكل اللي كتبغيو نتوما. صافي على هاد الشكل هذا هانتوما كيف كتجي، راه كتجي بحال الميراندينة ديال الزنقة، لا في الشكل لا في المذاق، كتجي زوينة بزاف. صافي هنايا خديت 100 غرام ديال الشوكولات دوبتو في حمام مريم، وغادي نغطس فيه داك البسكو داك الكيك ديالنا. نتوما على هاد الشكل هذا يعني كتحاولوا تغطسوها في الشكلاط من جناب، ومن بعد عاد تزيدوا تعمروها تاني بالشكلاط كامل، يعني كتجي بحال الميراندينة اللي كنشريو. صافي غادي نفرش ليها بابي سيلفيغيزي وغادي نحطها فيه باش كتنشف ليا باش كينشف داك الشكلاط. يعني كنهزوه بواحد الفورشيط كنحاولوا نسقطروها واحد شويه من الشكلاط. صافي ومن بعد كنوضعوها هنا ثاني غادي ناخد القطعه الاخرى، حتى هي غادي ندير ليها نفس العمليه، حتى هي كنوضعوها هكا كنسبقوا الجناب هما الاولين، بأن جناب باش يلاه كيدخل لينا فيهم الشكلاط. صافي هكا وكنحاولوا عاوتاني نعمروا الفوق وكنعمروا لتحت، وكنستعملوا واحد الفورشيط وكنحاولوا هكا نسقطروا داك الشكلاط. صافي ومن بعد كنوضعوها ثاني على ورق الزبده وكنكملوا العمليه. يعني العمليه راه ساهله، راه ماشي شي حاجه صعيبه، وفي الأخير كتحصلوا على نتيجة زوينة وشي حاجة يعني مصايباها لراسك. صافي هكا أنا غادي نكمل الكمية كاملة اللي عندي غادي نوضعهم في الشكلاط ونتلاقاو من بعد. أنا هنايا من بعد ما كملت الكمية كاملة اللي عندي غادي غناخدهم هكا كنقص ليهم داك الزوائد ديال الشكلاط اللي كتبقى هكا خارجة من الجناب. غادي نحاول نحيدهم هكا بالموس، كنقطعهم هكا بالموس وصافي تنكملوا داكشي كامل. هانتوما كيف كتجي راه كتجي بحال الميراندينة ديال الزنقة، صراحةً كتجي زوينة بزاف، وتا الوليدات ديالكم راه غيحماقوا عليها، ويعني العجينة ديالها راه ساهلة راه ماشي شي حاجة صعيبة. هانتوما كيف كتشوفوا. المهم أنا غادي نكمل داك التقطاع ديالي كامل. هنايا من بعد ما كملت خديت هنايا الشوكولات بيض دوبته مع مع الشوكولات كحل، وغادي نستعمل خطوط فوق داك الكيك. هانتوما كيف كتشوفوا يعني كتجي صراحةً كتجي رائعة بزاف. صافي أنا غنكمل هادشي ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي. صافي هنايا نتلاقاو باش هذا هو الشكل النهائي ديال الميراندينا من بعد ما كملات. هانتوما كيف كتشوفوا كتجي رائعة بزاف، وكتجي زوينة لا في الشكل ولا في المذاق، وكتجي تماما بحال الميراندينا ديال الزنقة. يعني ما غاديش تستغناو عليها الا جربتوها، والوليدات حتى هما راه غادي تعجبهم بزاف. انا غادي نحل وحده قدامكم باش تشوفوا كيفاش كتجي، صراحه كتجي رائعه بزاف وكتجي خفيفه وكتجي هشيشه. هانتوما كيف كتشوفوا بحال اللي كتباع، بحال اللي كنشريو بمقادير ساهله. هادي راك شفتوا يعني غير 7 المعالق من كل حاجه، وفي الاخر كتحصلوا على كميه كبيره. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، والى اللقاء مع فيديو اخر.